بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير عليكم حبيباتي، وش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، ونتمنى ان شاء الله كي تلحقكم تلقاكم صحيحين ومهنيين يا ربي. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا يا البنات، كما العادة نقول لكم ما تنسونيش باللايكات والبارطاج هكذا باش الفيديو تاعنا يشوفها اكبر عدد ممكن من المشاهدين. ونبداو دركا على بركة الله الفيديو تاعنا. كما راكم تشوفوا يا البنات الفيديو تاعنا متنوعة، راح نديروا بقلاوة مع بعض، وراح نديروا آلات دروز اللي تقدري ديريه للعائله تاعك وتحضريه لهم كغداء ولا عشاء ولا حتى للضيوف تاعك وما تحشميش به. الرز هذا راح يجي من اروع ما يكون. نبداو على بركه الله. الرز هذا راح نديرو يا البنات بشيش كباب، ولكن لهنا مانيش راح نستعمل اللحم، راح نستعمل انا عندي لا دانت اشي، وانت تقدري تستعملي تاني البولي اشي، ما كاش مشكل. والبنات هذايا هذا شيش كباب راح نديرو بالدجاج، راح يجي من اروع ما يكون. صدقوني غير البيت تاعي وليداتي الزوج تاعي كامل اللي داقوا منه كامل عجبتهم الوصفه هذه، وقالوا لي عاودي ديريها لنا مره ثانيه. ودوكا قلت نتقاسم معكم الوصفه باش نتوما ثاني ديروها لوليداتكم وتفرحوا بها العائله تاعكم. كما قلت لكم كانت عندي هنا كميه تاع البولي بلوتو تاع لا دنت اشي انا درت يا البنات، وكانت عندي هنا كميه تاع الشحم. اذا كان عندكم شحم مخبي يا البنات تقدروا ديروه، واذا ما كانش عندكم تقدروا تجيبوا شويه من عند البوشي هكذا تزيدوه لهذاك البولي باش يجيكم بنين. ومن بعد يا البنات ضفتوا لهنايا كميه تاع المعدنوس كما راكم تشوفوا، وضفت له حبيبه تاع بصل اللي كنت رحيتها ورحت قطرتها كامل من الماء تاعها. والماء هذاك تاعها يا البنات احتفظوا به، انا ماشي حنرميه، هو اللي راح نشمخ به شيش كباب ديالنا. وهنايا بالنسبه لي زيبيس يا البنات درت شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل كحل، شويه تاع العكري، وشويه تابل تاع الشوا. ومع الاخر خلطت كامل المقادير مع بعض كما راكم تشوفوا على الشكل هذايا. وهنا نروحوا نجيبوا لي بغوشات يا البنات اللي راح نشكلوا فيه شيش كباب ديالنا. هنا عندي كميه تاع الماء، راح نغطس يدي في الماء هكذا باش نقدر نشكل شيش كباب ديالي بلا ما يلصق لي في يدي ويمشي لي تري تري بيان في هذوك لي بغوشات ديالنا. كما راكم تشوفوا يا البنات انا البغوشات اللي درتهم هادو تاع الحديد، وانتم اذا عندكم هذوك تاع الحطب شمخوهم برك من القبل هكذا باش ما يتحرقوش معاكم في الطاجين. كما راكم تشوفوا يا البنات لهنايا نروح نسقم كامل هذاك البولي ديالي اللي كنت درت له كامل لي زيبيس اللي راكم شفتوهم مع بعض، ونشكلوه هكذايا على شكل شيش كباب هكذا، ونشكلوه هكذايا بالاصابع تاعي باش يعطيني هذا الشكل الجميل اللي راكم تشوفوه فيه. هذه هي يا البنات انا كمل كامل هادوك لي بغوشات اللي عندي على الشكل هذايا. بالنسبه لهذاك البصل يا البنات نهار كنت ندير في المونتاج صبت باللي هذاك الماء تاع البصل راح لي كامل من لا فيديو تاعو، راحت لي من التليفون، ما على باليش اسكو التليفون تاعي كان طافي ولا ما مرفدهوليش ولا. ولكن هذاك البصل يا البنات واش درت له انايا؟ درت له شويه تاع العكري، شويه تاع فلفل الكحل، وشويه تاع الطماطم تاع المصبره، خلطته تري تري بيان. وهذاك هذاك الماء تاع البصل يا البنات هو اللي كنت كل شاك فوا نقلي فيه نشوي فيه الشيش كباب تاعي، كنت نمسح من الفوق باش الشيش كباب تاعي يجيني احمر ويجيني بنين. هذه هي يا البنات. هنايا نروحوا نديروا الرز مع بعض. بالنسبه للرز هنا كانت عندي كيله تاع الرز يا البنات، انا استعملت الرز بسماتي كنت غسلته تري تري بيان كما راكم تشوفوا، نحولو كامل هذاك النشا اللي يكون فيه. وهنايا في قدره نروح ندير مغرفه تاع الزبده، ندير شويه تاع الزيت، ونرمي هذاك الرز تاعي لداخل ونخليه يتقلى مليح مليح. الرز تاعي يا البنات راني حباتو يدي لون، قبل ما ندير له حتى حاجه نقعد نقلي فيه على نار تكون قليله هكذا باش ما يلصقليش حتى الرز تاعي يتبدل اللون تاعو ويولي اون ديغي دوغي. كما راكم تشوفوا هنايا البنات راني نقلي فيه بشويه بشويه حتى نتحصلوا على هذا اللون الجميل اللي راكم تشوفوا فيه. هنا نروحوا نديروا لي زيبيس. بالنسبه لي زيبيس كنت درت شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه تاع العكري، وشويه هذاك التابل تاع الشوا اللي راكم شفتوه مدلو بنا من اروع ما يكون يا البنات. كما راكم تشوفوا نزيد نخلط الروز تاعي تخي بيان باش يتشرب كامل الكميه تاع لي زيبيس. وهنا نروحوا نمرقوا كما نقول لكم كالعاده كيله تاع روز بزوج كيلات تاع الماء. وهنايا الرز يختلف من روز الروز، يقدر كاين بعض الرز اللي تقدري ديري فيه زوج كيلات تاع الماء يا البنات يجي سوا، وكاين بعض الرز اللي تقدري ديري زوج كيلات ونص تاع الماء. هذا توجور نقوله لكم دائما باسكو الرز هنا راهو انواع. بالنسبه ليا انا كنت استعملت بسمتي اللي راكم شفتوه. وهنايا مرقت وغلقت عليه وخليته يطيب 18 دقيقه كان الرز تاعي طايب. من جهه اخرى يا البنات هنا في طاجين كنت رميت شويه تاع الشحمه ودرت شويه تاع الزيت وشديت شيش كباب تاعي كامل طيبته في هذاك الطاجين كما راكم تشوفوا. ولا هنا كنت شاك فوا نقلب الشيش كباب تاعي كنت نجوز عليه هذيك المريقه تاع البصل والطوماطيش المصبره ولي زيبيس اللي كنت درتها، ونقلي الشيش كباب تاعي نطيبوه عفوا على الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه حتى يعطي حموريه على الشكل هذايا.
راكم تشوفوا بلي هنا راني نحيت لي بغوشات ديال البنات باسكو ما ساعدونيش في الطاجين، نخليهم حتى يشدوا روحهم ومن بعد نحيهم ونقعد نقلب فيهم حتى يعطينا هذيك الحموريه. وهنا هذا هو الروز ديال البنات. بعد 18 دقيقه الروز تاعي كنشف كامل من المرق هذاك. راكم شتو يدير معكم تقابي صغار، هذا يعني ان الروز تاعكم راهو ناجح وراهو طاب لكم من اروع ما يكون. انا الروز تاعي راح نمدلو شويه بنه تاع شويه البنات باش يجيني بنين. واش راح ندير؟ راح نفوحو بشويه تاع الجمر كما راكم تشوفوا، درت حبه تاع الجمر في وسط هذاك الروز، بابي الومنيوم بيان سور، وندير لها شويه تاع الزيت ونغلق على الروز تاعي حوالي واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه باش يتشرب كامل هذيك الريحه تاع الفحم. ومن بعد نقدم الطبق تاعي على الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. وكان هذا هو الروز ديالي بشيش كباب، جا من اروع ما يكون. راكم تشوفوا بلي شيش كباب درتو يا البنات بلا دند اجي، وصدقوني البنه تاعو من اروع ما يكون. راكم تشوفوا الحموريه تاعو اون ديغي دجاج ماشي اون ديغي اللحم ماشي دجاج. وما نقول لكمش على البنه يا البنات، نقول لكم جربوه، ماشي لازم يكون عندكم اللحم بالدجاج وتقدروا ديروه ويجي البنه تاعكم روعه. وراح تتحصلوا تاني على روز اللي يحمر لكم وجهكم، تقدروا تمدوه للضيوف تاعكم ولا تحطوه للعائله تاعكم راح يحمر لكم وجهكم. ومن بعد يا البنات كنت لهنا وعدتكم على البقلاوه في العيد الصغير وما درتها لكمش. اليوم كنت نتقاسم معكم الوصفه، هكذا راهم جايين الافراح ان شاء الله. وليداتنا اللي جابوا البيام ان شاء الله الباك، وعلاش لا رايحين يجيبوا البيام والباك والسيزيام اللي تحب دير قهوه على بنتها ولا فرح ولا نتقاسم معها الوصفه تاع البقلاوه هكذا باش تقدر ديرها في البيت تاعها. بالنسبه للبقلاوه يا البنات، هنا اول حاجه ديريها هي تحسبي السنيوه تاعك، السنيوه شحال فيها طول وشحال فيها عرض باش تقدري تكملي كامل المكونات الاخرين. بالنسبه لي انا كنت درت السنيوه هذه اللي فيها 24 على 30. نضرب يا البنات الطول في العرض، يعني 30 في 24 يعطيني 720. هذيك 720 راح نديرها فارينه ونديرها كاوكاو ونديرها اصيله. كما راكم تشوفوا هنا بالنسبه للفارينه كنت درت 720 تاع فارينه، درت لها مغرفه تاع لافاني، درت لها قريصه تاع الملح. بالنسبه اللي دام هنايا البنات واش نديروا؟ هذيك 720 اللي عطاتها لنا السنيوه تاعنا نديروا الربع تاعها ليدام، يعني 720 نقسموها على 4 تعطيني 180 غرام تاع ليدام. ان شاء الله تكونوا فهمتوا يا البنات المقادير اللي راني نقولهم لكم. كما راكم تشوفوا الليدام تاعنا بالنسبه لليدام يا البنات بعد اللي نديروا في الفارينه تاعي مع هذيك المغرفه تاع لافاني والقريصه تاع الملح نبسو تخي بيان. ولا هنا توجور انايا نعاود نجوز الفارينه تاعي في السيار هذا نيميرو 40 هكذا باش نتحصل على فارينه تكون رطبه اللي نقدر نخدم بها البقلاوه وتخرج لي البقلاوه تاعي شابه. من بعد يا البنات لهنا واش نضيف نص كاس تاع المزهر. انا نحب ندير المزهر يا البنات في العجينه، ندير نص كاس تاع المزهر ونلم كامل العجينه تاعي بالكميه تاع الماء. هنا الماء ما نقدرش نقول لكم شحال، تلموا برك الفارينه تاعكم بالماء حتى تحصلوا على العجينه تكون طريه وفي نفس الوقت تكون يابسه، يعني ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف اللي تقدري تشكليها بيدك. كما راكم تشوفوا الصوره هنا راهي توضح. هنايا هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. هنا تعجنوها شويه يا البنات قبل ما نبداو نقسموا فيها، نعجنوها كما راكم تشوفوا شويه شويه في البلون دو طرافاي ونتحصلوا على العجينه هذه اللي راكم تشوفوا فيها راهي طريه وشاده روحها في نفس الوقت. هذه هي يا البنات. ومن بعد واش نديروا؟ نروحوا نحسبوا العجينه تاعنا شحال مدت لنا. بالنسبه ليا راكو شتو مدت لي كيلو و128. نروح انا هذيك كيلو و128 نقسمها شحال راني حابه ندير الطبقات تاع البقلاوه ديالي. بالنسبه ليا انا كنت حابه ندير 7 من التحت و7 من الفوق، يعني حبيت ندير 14 طبقه هكذا. واش ندير؟ نروح نقسم العجينه تاعي على 14 عفوا 1128 نقسمها على 14 تعطيني 80، يعني هكذا كل كريه ندير فيها 80 غرام كما راكم تشوفوا على الشكل هذا. ونتمنى ان شاء الله راكم تفهموا فيا يا البنات باسكو حبيت نوري لكم البقلاوه هكذا باش تقدروا ديروها في دياركم وتنجحوا فيها ان شاء الله، وهكذا ما تتكلوا على حتى واحد يخدمها لكم. كما راكم تشوفوا يا البنات بعد اللي نكور كامل الكريات هكذايا على الشكل هذايا نخلوا البقلاوه العجينه تاعنا عفوا تريح. وهنا نروحوا نديروا الحشوه. كما قلت لكم بالنسبه للحشوه هذه يا البنات واش نديروا؟ انا كنت درت لهنايا 720 غرام تاع الكاوكاو اللي على بالكم اللي كنا تحصلنا على هذا الرقم هذايا كي حسبنا السنيوه ديالنا. هنايا بالنسبه للبنات اللي باغ اكزومبل ما يعرفوش شحال يديروا السكر، هذيك 720 غرام هي البنات اللي عطاتها لكم الكاوكاو تقسموا تدوا الثلث تاعها فقط، يعني الثلث تاع 720 راح يمد لكم 240، يعني راح نديروا 240 تاع سكر. ديروا شويه ليكستري تاع اللوز. انا بالنسبه ليا كنت درت ليكستري تاع اللوز ودرت لهنايا شويه تاع القرفه
ومن بعد يا البنات في كل كيلة تاع كاوكاو حنايا كيما نقولوا 3 كيلات تاع كاوكاو نديروا مغرفه صغيره تاع السمن كيما راكم تشوفوا. السمن المغرفه اللي كنت درت بها ماشي مغرفه كبيره بزاف، مغرفه صغيره تاع القهوه ماشي تاع الديسير يا البنات. وهنايا نروحوا نشمخوا الحشوه تاعنا بالمزهر. وهنايا الكاوكاو باش نقول لكم برك الكاوكاو يا البنات ما يكونش خشين، يكون كيما الطعام، يكون متوسط. وبالنسبه للمزهر يا البنات تاني تبداو تخدموا فيه غير بالعقل بالعقل حتى تتحصلوا كيما تشمخوا الطعام هكذاك، يكون مشمخ الحشوه تاعكم تكون مشمخه وماشي معجنه في نفس الوقت. ومن بعد لهنا البقلاوه تاعنا نروحوا نخدموا العجينه يا البنات. هنا نحلوها بالمايزينا، نحلوا الكريات هذوك تاوعنا كيما راكم تشوفوا. هنا كنرح لي المقطع والله العظيم يا البنات صدقوني غير كنرح لي المقطع والله غير ما عرفتش مين با كيفاش راح كيفاش حليت العجينه، ولكن الحمد لله كنت ريكوبيريت ديجا مقطع واحد اخر. هنا فاتت الاولانيه ولكن حنوري لكم من بعد يا البنات كيفاش درت. هنايا ندهنوا كامل السنيوه تاعنا بالسمن، ومن بعد نحلوا العجينه تاعنا في رقم 1، ومن بعد في رقم 3، ومن بعد في رقم 5، ومن بعد في رقم 7. بالنسبه للبنات اللي عندهم الماشينه تاعهم تخلص في رقم 9 يفتحوها في رقم 7، ومن بعد يحلوها غير بيدهم راح تفتح معاهم. هنا نديروا الطبقات تاعنا يا البنات كما قلت لكم. هنا نديروا السمن، انا كنت درت شويه تاع السمن وشويه تاع الزبده خلطتهم مع بعض، وهنايا درت في السنيوه وبديت نحط في الطبقات تاعي وحده بالطول وحده بالعرض يا البنات. يعني ديروا زوج بالعرض وزوج بالطول، زوج بالعرض وزوج بالطول. هذه بقلاوه تاع الزمان اللي كنا نخدموها حتى نكملوا كامل الطبقه السبعه التحتانيه. كما انا قلت لكم درت 7 من فوق و7 من تحت. اللي حبت دير باغ اكزومبل دير 6 من تحت و8 من الفوق تقدر دير. المهم الطبقه الفوقانيه هي اللي يكون فيها بزاف كتر من التحتانيه. كما راكم تشوفوا فيا هنا راني نفتح فيها كما قلت لكم رقم 1 ورقم 3 ورقم 7 رقم 5 عفوا ورقم 7. وفي كل خطره نحطها في السنيوه نجوز لها هكذايا بهذيك شويه تاع الزبده وشويه تاع السمن، ونحط الطبقات هذه هي راكم ريكوبيريت لهنايا باش نوري لكم الطبقات يا البنات كيفاش حطيناهم. كما قلت لكم مع الاول هنايا راني الحمد لله ريكوبيريناها. شوفوا هنا بالعرض هكذايا. هنايا كما راكم تشوفوا بلي انا حليتها في رقم 7، ومن بعد كنت حليتها بيدي بشويه بشويه باسكو العجينه كي تكون ناجحه راح تفتح معاك بكل سهوله. هنا نسقموا كامل الاطراف تاعها كما راكم تشوفوا يا البنات. ومن بعد لهنا نروحوا نديروا الحشوه تاعنا اللي كنا درناها مع بعض. هنا نحطوا الحشوه. شوفوا الحشوه تاعنا يا البنات كيفاش تجي مزربعه كيما الطعام. علاش نقول لكم ما تشمخوهاش بزاف سينو البقلاوه تاعكم تجيكم معجنه. هنا نسويوها كامل في السنيوه تاعنا. وهنا بالكوت بات نروحوا نسقموها بالعقب بالعقب بلا ما نضغطوا على الكاوكاو تاعنا. راح نسويوها فقط يا البنات بلا ما نضغطوا سينو الكاوكاو تاعكم يجيكم معجن. وبالنسبه للبنات اللي يحبوا يديروها باللوز ولا يديروها باللوز والجوز يقدروا يديروها. انا سيتها عده مرات وسيتها كاع بالادواق يا البنات، ولكن صدقوني تاع الكاوكاو تجيني هي المفضله عندي. ما على باليش علاش البنه تاعها تجيني بنينه سورتو كي تشربوها مع لاتاي تاكلوها مع لاتاي تجي البنه من اروع ما يكون. كنت درت تاع اللوز درت تاع الجوز باللوز درت بزاف الانواع تاع البقلاوه، ولكن تاع الكاوكاو هي المفضله عندي. وكل واحد والذوق تاعو. ماذا بيا نتوما تاني تبعتوا لي وتقولوا لي واش من ذوق تاع البقلاوه تحبوها. وهنا كما راكم تشوفوا يا البنات هذه هي الطبقه الاخيره. نزيدوا طبقه واحده اخرى ومن بعد ندير الطبقه الاخيره اللي هي الطبقه السابعه. كما قلت لكم كنت درت انايا 7 من الفوق و7 من التحت وانتم كما حبيتوا. المهم الطبقه الفوقانيه هي الصح يا البنات. يعني من الفوق يكون عندكم الطبقات اكثر من الطبقات التحتانيين. وفي كل مرحله في كل خطره كما راكم شفتوا كي درت الحشوه ما درتش الطبقه اللي تحتها ما درتلهاش السمن بالزبده والطبقه. وكي حطيت الحشوه تاعي كيف ما حطيتش السمن مع الزبده. كي درت الطبقه فوقها تماك اللي رحت حطيت السمن والزبده. هكذا ان شاء الله تكونوا فهمتوني حتى نكملوا كامل الطبقات على الشكل هدايا. هنايا البنات نحو بيان سور كامل هذيك الزايد اللي نحيناه بركي كنا نخدموا نحو كامل هذاك الزايد باش نبداو نقطعوا في البقلاوه ديالنا. هنا كما راكم تشوفوا يا البنات بالنسبه للعجينه هذه تقدروا تستعملوها مره ثانيه ديروا بها هذاك اي حاجه تقدموها بها، ولكن زيدوا لها برك شويه تاع المزهر وخدموها. وهنا بالظهر تاع الموس يا البنات نقلبوه وندخلوه كامل الجوانب تاعنا على الشكل هكذايا باش البقلاوه تاعنا تجينا شابه. بالنسبه هكذا كي تشوفوا يا البنات نتفخت لكم العجينه الفوقانيه تقدروا ديروا لها ثقوب صغيره هكذا باش تنفس معكم البقلاوه. وهنايا بالنسبه للبنات اللي ما يعرفوش كامل يخدموها ونقول لهم استعملوا المسطره هكذا كما راكم تشوفوا وبداو قطعوا في البقلاوه تاعكم اللي تعرف عينها هي ميزانها.
واللي ما تعرفش تقطعها غير هكذايا بالمسطره باش يجوها كامل الحبات سوا. كيما راكم تشوفوا يا البنات انا نقطعها هكذايا، راكم تشوفوا فيا بلي درت خطوط هكذايا باش ما يروحليش الحساب. وفي العرض حنقطعها عيني هي ميزاني، ندير فقط هكذايا خطوط باش يجوني كامل الحبيبات قد قد. ومن بعد نقطعها كيما نقولوا غير بيدي برك. وانتم لا استعملوا المسطره حتى للاخير هكذا باش البقلاوه تاعكم يجيكم كامل قيس واحد وتجيكم الشكل تاعها شباب. بالنسبه للبنات اللي هنايا اللي عندها اللوز ترشقها باللوز، اللي عندها الكاوكاو ترشقها بالكاوكاو، واللي ما عندهاش باغ اكزومبل حابه دير لها شويه بيستاش ولا دير لها حبيبه تاع الجوز من الفوق، ونقول لها طيبها هكذا كيما راهي وكي تتعسل كامل والطيب تماك تقدري ديري لها البيستاش، شويه تاع بيستاش في الوسط ولا ديري لها حبيبه تاع الجوز هكذا باش الجوز تاعك ما يتحرقش معاك في الكوشه. وهنايا البنات هذيك العجينه كنت حليتها درتها وردات هكذايا باش نشبح بها برك من الفوق كيما راكم تشوفوا. كنت حطيتها هكذا فوق البقلاوه ورشقت الحبيبات تاع اللوز من الفوق برك شباح كيما راكم تشوفوا. راح نزيد لها شويه في الجمال تاعها. هي البقلاوه على كل حال بنينه وشابه بلا حتى حاجه، ولكن ندت لها هاد الوريدات كتزيين فقط من الفوق هكذا باش تجي البقلاوه تاعي شابه. وهنا نرشق لها كامل الحبيبات تاع اللوز كيما راكم تشوفوا. هنا واش راح ندير البقلاوه تاعي ماشي راح نطيبها اليوم يا البنات، توجور البقلاوه تاعكم لازم تبات. انا واش راح ندير لها نغطيها بساشي ونخبيها في فريجيدير نبيتها ليله كامله، غد من داك يا البنات نخرجها ونطيبها. من داك يا البنات نكون فتحت الفوق تاعي هنا برك باش نقول لكم يا البنات نسيت قبل ما نقول لكم الطياب تاعها. هنا في الاخير قبل ما نخبيها نجوزوا لها كامل بالسمن والزبده هكذا في الاخير. هنا باش البنات اللي ما يعرفوش على بالي بلي اللي يعرفوا على بالو هنايا كيما قلت لكم نجوزوا لها كامل السمن نديروها هكا في ساشي ونخبوها. غد من داك نشعلوا الفوق تاعنا على 170 درجه وندخلوا البقلاوه تاعنا حوالي ساعه. بعد ساعه يا البنات تكون البقلاوه تاعكم واجده ولكن نقول لكم كل وحده والفوق تاعها. بالنسبه لي انا واش ندير ولا نتوما واش ديروا اللي ما تعرفش طيبها. هنا تضرب طله على الطبقات تاعها كي تشوف الطبقات تاعها باللي راهم كيما نقولوا حنايا تفتحوا وتشوف باللي راهي من تحت حمراء تحبس لها الطياب تاعها من تحتها وتشعل لها من الفوق وتخلي البقلاوه تاعها تضربها تحميره على الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. وهنا في الاخير يا البنات بعد اللي نخرجها من الفوق والبقلاوه تاعنا سخونه نروح نعسلها بالعسل اللي قلت لكم 720 تاع عسل. انا لهنا كنت زدت شويه كنت درت 750 تاع العسل اللي كنت درتو من الفوق هكذايا على الشكل هذايا. وخليت البقلاوه تاعي تاني قعدت في العسيله هذيا ليله كامله حتى غد من داك باش قدرت نقسمها. كيما راكم تشوفوا يا البنات نعسلوها كيما قلت لكم البقلاوه سخونه والعسيله بارده. نعسلو كامل البقلاوه تاعنا ونخلوها تبات ليله كامله. غد من داك نقدروا نقسموها. وكما راكم تشوفوا يا البنات هنا غد من داك قسمت البقلاوه تاعي جات الطبقه فوق طبقه كما راكم تشوفوا جاو الطبقات تاعها مفركتين. جات الحشوه تاعها خشينه كما راكم تشوفوا والبنه تاعها من اروع ما يكون. راكم تشوفوا باللي الطياب تاعها ماشي محروقه يا البنات جات في الدوغي. جات العسيله تاعها مشربه الله الله عليها. راكم تشوفوا في الطبقات تاعها كيفاش الطبقات راهم محلولين. وراكم تشوفوا الحشوه تاعها شحال جات زاكيه. وهذه هي يا البنات البقلاوه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكونوا رفدتوا كامل المراحل اللي راني درتها ونتمنى ان شاء الله تطيبوها وتنجحوا فيها. وبهذا حبيبه قلبي نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاعي تكون عجبتكم تاع نهار اليوم وديتو لو كان فكره صغيره. وبهذا حبيبه قلبي ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش باللايك. الى فيديو جديد احبكم في الله.